محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية وسر احتفاله بشعار الزمالك. هل ينضم للملكي؟ يا ترى إيه السر ورا الاحتفال ده؟ هل ممكن نشوف صلاح في الزمالك قريب؟ طب ايه الحكاية؟ محمد صلاح كسر أرقام قياسية تانية واحتفل بشعار الزمالك. مستنيك تجاوب على الأسئلة دي معايا في حلقة النهاردة من المستديرة. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. أرقام قياسية من عالم تاني. الناس كانت بتنتقده وبتقول عليه إنه معظم أهدافه بتيجي ضربة حظ، بالذات بعد موسم 2017-2018 اللي من وجهة نظري كان موسم الانفجار لصلاح. سجل فيه 32 جول بس بعدها مستواه نزل، لكن الحقيقة إن صلاح ما كانش لسه قال كلمته الأخيرة. وفي ماتش إبسويتش تاون في الجولة الافتتاحية صلاح مش بس يصنع هدف، لا ده كمان يسجل جول، وكل ده في افتتاحية الموسم والناس لسه بتقول يا هادي. عموما ردك وصل للناس اللي بتنتقدك يا صلاح. ويكون بالماتش ده صلاح هو اللاعب الوحيد اللي بيسجل دايما في الماتشات الافتتاحية لليفربول، وهو بقاله 8 مواسم، يعني حسبة 9 تجوان. ربنا ما يقطع لك عادة يا كينج. انت عارف يعني ايه محمد صلاح لاعب مصري يسجل وفين؟ في البرايمر ليج، علشان يبقى اللاعب الوحيد في تاريخ البرايمر ليج اللي قادر يعمل ده. المبهر كمان ان صلاح كسر ارقام اساطير زي شيرر وروني ولامبرد وانفرد بالرقم القياسي لوحده. انت متخيل العظمه؟ انا عن نفسي مش متخيل، بس اعتقد ان الارقام القياسيه اتكتبت علشان محمد صلاح يكسرها. السر ورا احتفال محمد صلاح حقيقه ولا خيال؟ نيجي بقى للاحتفال اللي عمله صلاح بشعار الزمالك وقلب الدنيا. جمهور الزمالك بيقولوا انه مساله وقت ونشوف صلاح في الزمالك، بس هل ده فعلا ممكن ولا الاحتفال ده ليه قصة تانية؟ من وقت الاحتفال وجماهير الزمالك شايفة ان صلاح رسميا في الزمالك، وحسين لبيب هيدينا واحدة تيك تاك، بس خليني اقول لك القيد مقفول. والله لا ومش بس كده، ده الجماهير فاكرة انها اشارة ان صلاح هيختم مسيرته في النادي كمان. بس صدقني اللي يشوفه الدوري الاوروبي ما اعتقدش يفكر يرجع الدوري المصري تاني. وفي ناس قالت انه بيحتفل بشعار الزمالك علشان مش ناسي فضل الزمالك عليه. مش هقول على اسمك يا ميدو. الفضل الوحيد هنا هو انه الزمالك رفض يشتري صلاح، وخلينا افوقكم شويه من الوهم ده واقول لكم انه احتفال ملهوش علاقه خالص، وخاصه انه في لاعيبه كتير بتحتفل كده. هل ده معناه انه الزمالك ليه افضل عليهم؟ لا طبعا. وبعض الناس بتقول انه بيحتفل كده تقديرا للانجاز التاريخي اللي حققه احمد الجندي بحصد ذهبيه الخماسي الحديث في اولمبياد باريس، وان بينهم معرفه قديمه، وحتى بعد اولمبياد طوكيو اتقابلوا وبدلوا القمصان. لكن في تفسيرات تانية بتقول ان صلاح ببساطه بيشوف نفسه زي الفارس اللي دايما جاهز للصيد. وانت بقى رايك ايه في الاحتفال ده؟ قول لنا في الكومنتات. اكتر من مجرد ارقام. اللي بيحققه صلاح مش مجرد ارقام، دي إنجازات بتمثل أسطورة حية. النهاردة صلاح سجل وصنع، وده مش أول ولا آخر مرة. مسيرته مع ليفربول بتتكلم 350 مباراة، مساهمة هدفية بينهم 212 هدف، وصنع 89. تخيل الأرقام دي؟ أنا الصراحة مش متخيل لاعب مصري يعمل كده. صلاح مش بس بيكسر الأرقام، ده بيعيد كتابة تاريخ البريمير ليج نفسه. لاعب مصري بقاله 8 مواسم مع ليفربول وبيكون نجم الفريق الأول، حاجة كده آخرنا نشوفها في أحلام العصاري. لكن صلاح خلاك تعيش الواقع ده عادي وقدرنا نلمسه، ودلوقتي المو بقى واحد من الهدافين التاريخيين لأعظم دوري في العالم. وبصراحة وصف محمد صلاح بأنه أفضل لاعب في تاريخ مصر طبعا بعد الأسطورة أبو تريكة مش كفاية إنه يبرز قيمته الحقيقية. مفيش حد ممكن يقارن بصلاح، سواء من مصر، افريقيا او حتى العرب. كفايه انه كسر شوكه عقده الخواجه وقال لك ان المصريين عادي يقدروا يبقوا من انجح الناس في العالم. صلاح مش بس ممكن يحطم ارقام، ده بيكتب تاريخه بنفسه، واي حد عنده شك في ده يروح يراجع معلوماته الكرويه. ومين عارف، يمكن في المستقبل لما الناس تتكلم عن افضل لاعبين في تاريخ اللعبه يكون اسم محمد صلاح هو الاول اللي بيجي على بالهم. بس اللي اقدر اقوله لك حاليا، جهز نفسك علشان احنا على وشك مشاهده نسخه خياليه من النجم المصري اللي دايما بيحط بصمته في اي حاجه. مستقبل صلاح، هل ننتظر موسم اسطوري جديد؟ محمد صلاح وصل لمرحلة من المجد اللي يخلي الكل يتساءل ايه اللي جاي بعد كده مع المدرب أرني سلوت؟ هل هنشوف نسخة جديدة من صلاح تعيد أمجاد موسم 2017 و18؟ هل صلاح هيفاجئنا بحاجة أكبر وأعظم؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان تكونوا أول ناس تعرفوا الجديد عن محمد صلاح وأسراره.